انتوا استوليتوا عليه لحسابكم؟ هو ايه؟ التدريس. عاوز انقل شغل المدرسه اقرب لبيتنا، قرفت من الزحمه. كل ما اقدم في مدرسه يقولوا لي عايزين مدرسات مش مدرسين، عايزين مدرسات. بلد شهادات صحيح، لا شهادات ايه، بلد ستات واخدين حقهم تالت ومتلت في كل حاجه، لا ومزحمنا في اشغالنا كمان وما بيعرفوش يسوقوا. اهدى بس كده اهدى. طبعا هو اصلا في زينا؟ نحن خلقنا للتدريس عزيزي الملك ايبك، وبعدين اتشطروا وابقوا زينا، بس برضو شهادة حق يعني. عندكم مميزات كتيرة مش عندنا. ما هو كله بيصب في مصلحه العيال. هو ايه اللي عندنا وعندكم؟ جبهتين حرب، اعداء. لا حرب ولا اعداء. ايه رايك في ماتش؟ انت تقولي ميزات المدرسات وانا اقول لك ميزات المدرسين. يلا بينا، بس خلي بالك لو كسبت هاخد مكانك. انا هبتدي باول نقطه، الاحساس بالطمأنينة. الأم مدرسة، لعب وفن وهندسة وشعور بالحنان والأمان، شوية حاجات كتير كده فوق بعض. علشان كده المدرسة بتقدر تفهم احتياجات الطفل عامة، مادية معنوية، وخصوصا الطفل الصغير طبعا، وبتكون أقرب لأمه، بتفهمه وتطبطب عليه وتطمنه، فيحس إنه مش بعيد عن أمه قوي يعني لما يروح المدرسة، وخصوصا في الأول. وده بيخلي الطفل عنده إحساس بالأمان مش بيقدر قوي يوفره المدرس في العموم، وخصوصا في السن الصغير. فما تلاقيش مدرس فصل راجل في السنوات الأولى للدراسة من قبل ثالثة أو رابعة ابتدائي. يعني أنا أعتبر نفسي بتبرع بالنقطة دي. يعني بتتبرع بالنقطة دي للمدرسات؟ ماشي. 1-0. الحزم. انتوا بقى الحقيقة أفضل مع السن الأكبر من التلاميذ، بترهبوهم يعني، بس بجد بيحتاجوا الحزم والشدة دي، وخصوصا سن إعدادي وثانوي، لسه طالع له شنب وفرحان بيه. دي الأجيال الجديدة فلتة وعاوزة تتشكم كده. انتوا بقى كمدرسين بتعرفوا تكشفوا ألعابهم وفاهمينهم، وخصوصا الأولاد اللي لسه طالع لهم شنب جديد دول، فبيحسوا إن الفاذر فيجر قصادهم فبيتلموا. عندك حق بصراحة، العيال دي عايزة تتشكم. والله احنا بقى بيتدلعوا علينا زي أمهاتهم وخالاتهم كده، وبيستعبطونا ساعات، عارفين إن قلبنا رهيف وبنخاف عليهم، وكمان ما بيبقاش عندنا خلق المناهدة، أو شخصيتنا بتضعف، أو بنحاول نصاحبهم فبياخدوا علينا أكتر من اللازم الظاهر كده، وبعدين بيبقى دماغنا وجعنا من المناهدة اللي في البيت. بقى احنا فعلا أفضل مع السن الصغير وبنعرف نحتويه. يعني بتعترفي بالهزيمة وبتدينا نقطة؟ مش هزيمة، مش قلنا مش حرب بقى، بديكم حقكم مش أكتر. مش انت اتبرعت بنقطة، أنا كمان اتبرع بنقطة. 1-1. حب التدريس. طب عارفة، الستات عاطفيين بطبعهم، وناتج العاطفة ده بيبقى ليه تأثير على الطفل واستيعابه وسرعة تعليمه، فبالتالي مستعدين أكتر لحب مهنة التدريس والتلاميذ. غريزة الأمومة مساعداكم يا ولاد المحظوظ، أديكم النقطة دي. طب ما انتوا كمان عندكم غريزة الأبوبة. الأنبوبة. وربنا خلق العيلة من أب وأم، فمحتاجين الجنسين عشان يطلع إنسان سوي. فالتدريس ما ينفعش يبني على نوع المدرس. ما تقدرش تنكر إن في مدرسين رجالة طيبين جدا وبيحبوا شغلهم جدا ومدينه أكتر من حقه كمان. أنا فاكرة مستر طلعت بتاع الماث ما كانش فيه منه. مش ممكن أخرج من حصته زعلانة أو مش فاهمة، وأسفة أرفض هذه النقطة إلا إذا انت خدتها انت كمان. خلاص يا ست. 2-2. الالتزام والمواظبة. الستات بتتجوز وتخلف، مرة عيالها عيانين، مرة معلش اتأخرت النهاردة عشان جوزي ما وصلنيش، ومرة مش بعرف أسوق، حواديت ومواويل مش بتخلص، فتلاقي نص السنة أعذار وأجازات. عليكم النقطة دي. الله الله الله، قلبت علينا ليه؟ مش كنا ماشيين حلو؟ طب ما انتوا بتتأخروا عشان بتودوا مراتاتكم الشغل، وعشان هي عيانة فاضطريتوا تودوا العيال المدرسة الأول. وي 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 وي. انت هتغني ولا ايه؟ طب استنى بس، وبعدين ما انتوا بتاخدوا اجازات برضو لما مراتاتكم بتولد. بس الحق يتقال، انتوا أقل من الستات في الأجازات. التزامكم ومواظبتكم أصح مننا. نقطة ليكم. 3-2 للمدرسين. الدرجات. أقول لك أنا بقى النقطة دي عليكم، أسهل حاجة عندكم. 0 كفاية من 10. بتدوا العيال الدرجات من دمكم، بخلة جدا وبتستخسروا فيهم الدرجات. ايوه، ما عشان يسترجلوا ويبطلوا دلع. بس معاكي حق برضو، حتى وانا تلميذ نمري كانت اعلى مع المدرسات. تحس ان بيصعب عليها الام كمان مش التلميذ، فبتوزع درجات رأفة وحنية. بصراحة تكسبوا النقطة دي. 3-3 يا ستي ونتعادل. مش هعرف اخد مكانك الظاهر. احنا النهاردة صوتنا كان للاتنين. يا ترى انت صوتك لمين؟ هيظهر قدامك على الشاشة 2 من اكتر الماتشات إثارة. Enjoy.